حاجة يا جماعة، نجيب الطبق ده ونحط فيه البتاع اللي بيعمل ده بس كفاية، ونقوم بقى نغسل يعني نحسن بعد بقى نحط لايك واشتراك وعلى الجرس عشان كل أوصل ب2 مشترك، عشان النهاردة بقى يوم جميل. النهاردة كنا بنتعشى يا جماعة، بس أنا بقى أعمل لكم حاجة. بصوا هحطلكوا يا جماعة يا جماعة بعد ما خلصت حط كده سيبها دوت بقى القايم يعني شد كده. ده مش هتطلع، بصوا ده الليمون بينضف يعني حاجة يعني بتحبه. بس عايزين تجيبوا زي ده، وماما حطت كل صابون زقازة. يلا بقى تشوفوا كله في قناتي، حط لايك واشتراك وفعلوا الجرس. بصوا حاجات ماما جميلة. بصوا كده 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 كده. بس يا جماعة نحط كده كده. ننضف يا جماعة اهو. نحط كده 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 بقى نضف. أول حاجة بقى نحط دي وأنا أحط دي. بصوا يا جماعة لازم تشوفوا حضرتي عليه الشكل ايه. بصوا يا جماعة بعد بقى أنا أنضف، أنا أغسل البتاع. بصوا بقى أنا أغسل البتاع ده وحش يا جماعة. تعالوا بقى نحسبه. أنا هحسب يا جماعة البتاع. شوية كده برضه. بصوا والله أنا بروح الحضانة كل يوم، بس ما ودتنيش الحضانة عشان عندي اجازة يا جماعة. خلاص بقى معلق حاجة نحط بقى لسه الحضانة. خش على جراتي يا جماعة. حط رايك. بصوا يا جماعة أنا بعمل فيديوهات، ماما بتعمل فيديوهات حلوة، بس أنا مبقفش حلو يا جماعة. اسمه عندي بس كده يا جماعة. هينضف وبعد كده بقى اغسلها. بدي القرف اللي عليها ده من القرف بس كده هنغسلها. يلا نحطها بقى النهارده يا صحابي. انا ماما كانت ملبساني حفظة وكنت رايحة بعيد قوي. ماما كانت بتحكي لي كل يوم قصة محفظة قوي، يعني كل يوم تاخدوا يعني تسمعوا كلام ماما وتسمعوا كلام مامتكم وتشربوا الحليب بتاعكم. يلا بقى السلام عليكم، مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم احلى متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ النهارده بقى جايين بقى فيديو جديد وروتين جديد. زي ما انتم شايفين طبعا. في اول الفيديو ما كان بدأت معاكم الفيديو من الاول. كانت عايزه تغسل المواعين وانا بصور، يعني تصوري يا ماما وانا بغسل المواعين، صورتها عشان ما تزعلش. فشجعوا يا جماعه بقى بكومنت كده حلو وكلامكم كده جميل،
واسمعوا كلامي وحطوا لايك واشتركوا في القناة. جينا بقى هنا عملت لهم بقى الفطار، انا والاولاد فطرنا مع بعض فطار يعني سريع وبسيط. هنا بقى كان عندي بصل وطماطم وجزر وليمون وفلفل الوان. هغسل بقى كل الحاجات دي بقى وهقطعها، وبعدين نشوف بقى هنعمل بها ايه. طبعا كنا جايبين سمك فوارغ، فقلنا نعمل لهم بقى ايه سنجارة النهارده. الاكله دي يا جماعه اكله جميله وخفيفه على المعده وجميله قوي والله. يعني بصوا احلى من السمك المقلي والحاجات اللي هي بتبقى تقيله على المعده. بجد لو مهما اكلتي منها ما تتعبيش، وتاكلها بعيش بقى تاكلها برز بتبقى حلوه. هنتبل بقى السمك. طبعا السمك غسلناه كويس ونقعناه ميه وخل وليمون ودقيق، وبعدين سيبناه شويه، وبعدين صفيناه بقى من الميه بتاعته خالص، سيبناه لما يصفى. هنيجي بقى نتبله بقى زي ما انتم شايفين. يعني نجيب بقى شويه توم حلوين وملح وكمون وكزبره ناشفه وكمون، وممكن شويه بابريكا صغيرين وشويه زيت، وهتقلبي كل ده مع بعضه، وبعدين نتبل بيه السمك. وبتسيبي بقى ايه معلقه كده كبيره حلوه من التتبيله دي عشان نحطها على الخضار اللي احنا هنقطعه لسه مع بعض. اهم حاجه يعني وانت بتعملي التتبيله كده زودي شويه، عشان هتسيبي منها ايه معلقه كبيره للخضار اللي هو البصل بقى هنقطعه شرايح، والجزر برضه هنبشره بالمبشره، والطماطم والفلفله وكل الحاجات دي. بس الطماطم ما تقطعهاش قطع كبيره، قطعها قطع تكون يعني صغيره. يعني عارف القطع اللي هي المكعبات دي قطعها كده. انما البصل والحاجات التانية تقطعها شرايح ايه طويله شويه. زي شرايح زي ما تيجي تعملي الشاورما كده اعملها زيها. وفي ناس بتعملها بتقطعها قطع صغيره يعني زي ما انت عايزه. الاتنين يعني ماشيين يعني. زي ما انتم شايفين اهو. هنحط بقى شويه زيت، وهنتبل السمك بقى التتبيله زي ما بتعملي مثلا تتبيله السمك المقلي بتبقى زيها بالظبط اهو. بعد ما حطينا بقى على شويه زيت بقى وقلبناها كويس، هنشوف بقى هنعمل ايه. طبعا الخضار بقى انا كنت بشرط الجزر ومجهزاه، والبصل برضو ما عادش بس الفلفل الالوان بس هو اللي اتقطع، هو والطماطم. هنجيب بقى السمك. كنت بشرط الجزر خلصته، بس ما صورتوش معاكم يعني عشان الفيديو ما يطولش. وهنا بقى ايه عملت اللي انتم شايفين اللهم صل على النبي، اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله، وعلى اله وصحبه اجمعين. هتبل بقى السمك كله الكميه كلها بالتتبيله اللي انتوا عارفينها. طبعا السمك ده بانه طبعا كنا جايبينه سمك فوارغ، فبيفتحوه من بطنه عشان بيطلعوا منه البطاريق وكده. فانا ايه المفروض اصلا السمك السنجاري يتفتح من ظهره مش من بطنه. بيتفتح من الظهر بتبقى السمكه ماسكه نفسها، وبتبقى السمكه حلوه معاكي، غير ما تفتحيها من بطنها بتبقى زي ما انتم شايفين عامله كده. فحاول لما تعملي سمك سنجاري افتحيه من الظهر وما تفتحوش من البطن زي ما انتم شايفين اهو. هتبل بقى كل كميه السمك، وبعدين نحط عليها بقى ايه الخضار اهو. طبعا الواحد بقى ايه كل يوم بيبقى محتار يطبخ ايه، هيتغدى هنعمل ايه النهارده. فقلت بقى نعمل لهم الاكله دي حتى ايه كمان بتبقى حلوه قوي بالعيش. يعني لو تاكلها بقى وتعملها وتاكلها بالعيش بصوا بتبقى تحفه، احسن من الرز. انا بحبها بالرز بالعيش كمان احسن من الرز. بس طبعا عشان احنا في الجو البرد وكده، فالاولاد بيبقوا عايزين ايه حاجة سخنة تدفيهم زي الرز ويعني. ف... فعملت لهم ايه رز بشعرية جنبها علشان ايه حاجة تدفيهم في الجو البرد ده، لان طبعا العيش مش هيدفيهم زي الرز. زي ما انتم شايفين اهو. تبل السمكة كويس جدا. بصوا نخلي اللحم كله متبل عشان تطلع معاكي نتيجة كويسة، وكمان كان فيها دماغ كمان بتاعتها، فتبليها برضو كويس زي ما انتم شايفين اهو. لو انت وصلت بقى الفيديو لغايه كده ما تنسيش بقى ايه بكلام بكومنت حلو كده منك ومشجع، وتشتركي في القناه لو انت ما اشتركتيش، وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله اهو. بصوا مفتوح السمك كله فاتحين اهوت. نجهز بقى ايه الصينيه اللي احنا نعمل فيها اللي تحطي بقى فيها السمك. هنحط بقى الخضار تحت هنا في الصينيه من تحت. الخضار هناخد منه شويه ونحط عليه معلقه توم ونقلبه في بعضه، وبعدين هنحط ايه السمك بقى على الوش، وتحت منه برضه هنحط خضار من اللي احنا عاملينه.
وهنحط برضو هنا بقى ايه السمك بقى، نحط بصل والجزر والفلفل، كل اللي احنا مقطعينه نحط شويه بقى، ونحط بقيته، نحط بقى شويه تحت السمك نفسه عشان السمك ما يتحرقش منك. وكمان الخضار اللي انت هتحطيه تحت السمكه ديت انت اصلا هتاكلي منه، فبيبقى طعمه حلو قوي برضو. يعني كتري كده في الخضار عشان الخضار ده هو اللي بيطعم السمك، وهو يعني هو اللي بيغمس، فاهمه؟ يعني هتاكلي منه كده، سواء تاكلي بعيش او هتاكلي برز تغمسي منه مع السمك. وكمان صحي يعني هيبقى صحي وطعمه حلو وحاجه ايه خفيفه. اهو دي كميه الخضار اللي انا قطعتها كلها. كنت انا بقى ايه هحطها في حاجه غويطه شويه عشان اعرف احط عليها التتبيله بتاعه السمك، اللي هي التتبيله بتاعه السمك اللي هي التوم يعني بالبهارات. اهو وقطعي برضو شرايح ليمون برضو عشان تحطها على الوش. هنا بقى اهوتي كنت حطيت بقى شويه خضار من تحت السمكه زي ما انتم شايفين اهو، واحط بقى شرايح ليمون اهو. عملت بقى كده وعملت السلطه تاني بنفس الطريقه اهو، وحطيت برضو تحت السمك. وفي الاخر بقى خالص بتحطي شرايح ليمون كده على السمكه من فوق. ونسيت اقول لك كمان، معلش نسيت انا اقول لك، كنت حاطه برضو في الخلطه كزبره خضراء، يعني مع الخضار اللي احنا بشرناه وعملنا قطعناه. في الاخر بقى وانت رايحه تحطي التوم بتقومي حاطه كزبره مش كتير يعني، حبه صغيرين كزبره خضراء، وتقلبي كله مع بعض. وبعدين تحطي بقى الحاجات كلها في السمك. الكزبره الخضراء برضو بتديلها طعم حلو. وممكن لو انت مش عايزه تحطي براحتك يعني، ده اختياري يعني. انا كان عندي بقى ورق فويل زي ما انتم شايفين، ورق حراري، هلف بقى الصينيه بيه. وبعدين ادخلها بقى الفرن على درجه حراره عاليه. درجه حراره عاليه يعني عندك اعلى درجه حراره عندك في الفرن، بتحطيها من تحت. وبعدين ساعة ما تسخن معاكي بتحطي لها شويه ميه صغيرين تستوى فيها. بس ما تحطيش إلا لما تنزل ميتها الاول. انت ما تحطها في الفرن اصلا هتنزل ميتها. ما تحطيش ميه دلوقتي خالص، لما تحطها في الفرن وتسخن. طبعا انت ما تغطيها هي هتنزل ايه البخار هينزل في السمك، هينزل الميه بتاعته والخضار. فتقوم بقى ايه مزوده حبه ميه صغيرين، ما كتريش. وحسيت ان الخضار لسه ما استواش معاكي قوي شويه يعني، ممكن تحطي شويه بشويه. لما تحسي اللي هو عايز ميه بتحطي، مش عايز ما عدتش تحطي. ما كتروش ميه خالص يعني، حبه صغيرين يعني، ممكن نص كوبايه ميه او كوبايه بالكتير قوي زي ما انتم شايفين اهو. وسيبها بقى ايه لما تستوي من تحت. وبعدين تحطها بقى تحت الشوايه، تاخد الوش الايه التحمير بقى الجميل بتاع السمك. انا كده جهزتها اهوت واحطها بقى في الفرن. هنا بقى كنت بعمله رز بالشعريه زي ما انتم شايفين طبعا، شويه زيت بقى وحطيت الشعريه زي ما انتم شايفين. طبعا عملت معاكم رز بشعريه كتير، وطبعا معروف يعني طريقته، بس طبعا قلت مصوره معاكم عشان تبقى الوجبه كامله يعني. زي ما انتم شايفين اهو. هنستنى بقى لما الشعريه تتحمر وبعدين انزل عليها بالرز. يعني بصوا النهارده بقى اكله سريعه يعني وبسيطه كده وخفيفه عليكم النهارده. قلت بقى اعمل لكم بقى إيه عشان الفيديو ما يطولش معاكم، ما رضيتش ان انا اصور كل حاجه بالتفصيل عشان ما كترش يعني في الفيديو. زي ما انتم شايفين اهو. حطيت بقى ميه مغليه على طول. بصوا عايز اقول لكم انا بعمل الرز في 10 دقايق. انا بعمله ميه مغليه ما ياخدش مني 10 دقايق. انما طبعا لو حطيت له ميه بارده هيطول معاكي. اغطيته بقى الملح واغطيه واسيبه بقى. الميه السخنه يا جماعه بتخليه يستوي معاكي بسرعه، ولو انت مستعجله كمان بينجز معاكي. خلاص اهو. كان عندي بقى هنا كفته، كانت عندي في الفريزر كفته سمك. فحطيتها بقى في القلايه هنا الفراير هنا عشان تتحمر، تبقى جنب السمك السنجاري. بما ان بقى هو يوم سمك النهارده تبقى كله سمك في سمك. هتشوفها معايا بقى بعد ما تتحمر مع بعض. كنت بجهز بقى اللي عشان اشغلها. كنت هحطها على درجة حرارة 180 وعلى الوقت على 15 دقيقة. هي متقعدش كتير يعني 15 دقيقة بس. وهتشوفها بقى معايا بعد ما خلصتها. ما شاء الله يعني عندي لكم كفتة القلاية دي يا جماعة، ما شاء الله اللهم بارك.
بتبقى حلوة أوي في تحمير الكفتة يعني بأنواعها يعني. وكده بقى يكون خلصنا بقى ايه، طلعنا. بصوا بقى السمك بعد ما طلع من الفرن ما شاء الله تبارك الله. بصوا ما شاء الله، شوفوا بقى تاخد بقى اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده، ما تسيبهاش كتير تحت الشوايه عشان تاخد اللون الحلو، وهتاكلي احلى سمك سنجاري في الدنيا. ودي الكفته بعد ما اتحمرت، والرز واللفت اللي احنا مملحينه. وبصوا بقى قلت ما ادلعهم واعمل لهم بقى شكل حلو كده في الطبق. يا رب الفيديو يكون عجبكم بقى، ما تنسوش بقى بكلام بكومنت حلو منكم كده وكلامكم المشجع الجميل، و... وتقولوا ايه رايكم بقى في السمك دوت، وجربوه يا جماعه على طريقتي والله هيعجبكم قوي. طبعا انا مش بعمل لكم حاجه، يعني انتوا عارفين طبيخي وعارفين بيبقى عامل ازاي. يا رب الفيديو يكون عجبكم ويكون عن حسن متابعتكم ليا يا رب ان شاء الله. ايه رايكم بقى؟ تعالوا تفضلوا تغدوا معانا. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، وشهر رجب ورمضان كده وشعبان كده تكون يعود علينا كده بالأيام بالخير يا رب العالمين. شهر رمضان كده يدخل علينا بالأيام بالخير والسعادة عليكم وعلينا يا رب. اللهم بلغنا رمضان وتقبل منا صيامنا يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.